كيفاش غادي نحضروا دانيت الكراميل صنع منزلي كما هذاك اللي تيتباع في المحلات التجاريه بنفس المذاق وبمكونات ساهلين بساط اقتصاديه، وتعطيكم واحد الكميه اللي هي كثيره بالنسبه للناس اللي عندهم الوليدات وتيشريوه يوميا. من اليوم ما تشريوش يتقام عليكم بثمن بسيط. واذا كنتم من عشاق الوصفات السهله البسيطه الاقتصاديه المختصره في دقائق، ما تنساوش لايك اشتراك باش هكا توصلكم كل جديد. بالنسبه لصوص كراميل غادي يحتاج نص كاس سكر، ربع كاس ماء، ملعقه زبده ورشه ملح. وهنا غادي يحتاج واحد المقله ثقيله تنديروا فيها داك السكر وتنديروا على عافيه متوسطه وتنحركوا كيما هكا باش ما يتحرقش معنا، وهكا تيذوب غير شويه بشويه. ومن بعد تضيفوا ديك قبصه ملح وتتحركوها بالملعقه خشبيه، ومن بعد تضيفوا ديك ملعقه زبده وحتى هي تتحركوها حتى تذوب وتتجانس مع الخليط. وفي هذه المرحله من بعد ما تيذوب السكر غادي نضيفوا داك ربع كاس ماء وتنضيفوه من الاحسن يكون سخون. وهنا صوص الكراميل من بعد ما وجدت معنا تنخليوها حتى تبرد شي شويه غير تدفى وتنكبوها في القوالب اللي معنا. يمكن لكم تستعملوا القوالب بلاستيكيه او لا قوالب زجاجيه. يمكن لكم تستعملوا القوالب البلاستيكيه كيما هذه من اجل تقريب للشكل التجاري فقط. من بالنسبه للمكون الرئيسي غادي نضيفوا بيضه، 2 معالق ديال السكر، والسكر يمكن لكم تزيدوا شويه او لا تنقصوا. ويمكن لكم تستعملوا 2 علب بالفلان ديال درهم، ويمكن لكم تستعملوا ديال 2 درهم غير علبه وحده. اما الا استعملتوا العلبه اللي بالسكر فيمكن لكم تستغناو على السكر في هذه الوصفه هذه. من بعد غادي تضيفوا الحليب ديالكم من بعد ما تطربوه مزيان تيكون خالي من التكتلات، وتنديروا على عافيه متوسطه وما تنسوش يدينا من تحرك حتى تيعقد وتيشد في راسو. خليوه تنزل درجه حرارته وتيكون دافئ، وتنضيفوه فوق المكون ديالنا غير بشويه كيما هكا تتعمروا القوالب كلها اللي معنا، وندخلوا للثلاجه حتى يبردوا. في الاخر تيجينا دانيت كراميل بحال ديال المحلات التجاريه، ما تفرقوش بيناتهم. اما الا زدتوا مسحوق الهيرنيس او اي بسكوي عندكم هكا في الحليب اللي تكونوا تتخلطوه فتيجي فكونوا على يقين الا صيبتوه لقيتوا فيه راحتكم وتيشبه لكم من هذاك اللي تيتباع ما بقيتوش تشريوه، لان غادي تقام عليكم بثمن رخيص وكميه كثيره. وخصوصا ان وليداتنا تيموتوا عليه هكا غادي نصيبوا كميه كبيره بثمن بسيط. وكما اقول لكم دائما الا كنتم من عشاق الوصفات السهله البسيطه الاقتصاديه المختصره في دقائق، ما تنساوش لايك اشتراك باش هكا توصلكم كل جديد، والجديد دائما في اليوتيوب والفيسبوك. اطباق بيتنا مع فله.